Allô, 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 allô les élitistes. صافي un bail كأنني ما كنديرش لي فيديو بسبب أسباب شخصية، وجو بونس ولفتو معايا هاد الأون أند أوف، هاد لي زاني هادو اللي دازو كاملين، وكنشكر الناس اللي كيتواصلوا معايا في الخاص واللي دائما كيتسناو لي فيديو، دائما كيبعتو بالرسائل ديالهم. كنقدر بزاف هداك الاحتياج ديالكم للكونتوني والمعلومات اللي كنبارطاجيو. بعجاله حلقة اليوم غنهضروا على اشنو طاري في الساحه ديال النسويات، الساحه ديال النسويه. بيكونس اي واحد عنده لي ريزو سوسيو غتكون باينه لواحد بالبال نايضه ان كاين واحد المشكل معين، وكاين شي حوايج تتهضر عليهم بزاف منكم ما فاهمينهمش. حنا جينا باش نعاودوا لكم شنو طاري، ونعطيوكم الخلاصات والافكار اللي كنقدروا نخرجوا منهم بهذا الشيء اللي طاري. اولا شنو طاري؟ ان كاين واحد الهجوم كبير كيف ما كيبان لك من لو تيتر ديال جميع النسويات في المغرب على مايا. علاش؟ هادشي اللي غنكتشفوا في الحلقه اليوم. والهجوم زعما فات الامور الفكريه والامور كيف ما تنقولوا اللي عندها علاقه بالافكار، وصل حتى لشي امور شخصيه وما وقفش دابا لايام معينين. قبل ما ندخلوا في الموضوع، راه في هذاك البانر اللي كاين في وسط الفيديو كاين الانستغرام، باش نوليو نرجعوا معاكم في لي لايف وداك الشيء كاع. اللي عنده شي سؤال ولا شي فكره بغى يشاركها مع الدراري في لاشين، ولا عنده شي قصه بغى يعاودها ولا شي حاجه، ما تنساوش تواصلوا معايا تما في الانستغرام ونبروغراميوها باش نشاركوا مع الشخص اللي محتاج الفائده اولا، وحتى مع الكوميونيتي ديالنا. كالعاده ما تنساوش لايك، تخليو الراي ديالكم في الكومونتير. هيا بنا لنبدا. كانت مؤخرا في لي ريزو سوسيو خرجت واحد الفنانه، جو بونس المهم فنانه اخر بارونتيز، خرجت انستغرام ديالها كتبكي، قالت لهم زعما راه تعرضات للاعتداء ملي كانت صغيره، ومجموعه ديال الامور. جو بونس سميتها لبنى الجهال، تفكرت السميه ديالها. السيده ملي خرجت بطبيعه الحال لقات التعاطف ديال مجموعه ديال الناس. وباش نحدوا الوضع ديالنا حنايا، الموقف ديال القناه، حنا ماشي مع اي اعتداء كيف ما كان، سواء لفظي سواء معنوي سواء جسدي، سواء على الرجال ولا على العيالات. واي مجرم كيدير شي فعل ولا شي جرم راه كيستحق الحبس، زعما مساله عاديه. واي ضحيه حنا كنعلنوا على لومباتي ديالنا ولا التعاطف ديالنا التام، زعما قولا وصدقا وفعلا. دي بين قوسين باش حتى واحد ما يبدا يزيد على البال. ولكن جو بونس اي واحد عنده عقل في راسو وعنده مخ ما بين دوك الجوجودينات، ما عندوش شي حاجه اخرى، تيظن ان هاد الكارت محروقه. علاش؟ لان هي من واحد الوسيله من الوسائل ديال الماركتينغ اللي كاينه دابا في لي ريزو سوسيو. اي انفلونسور، اي ممثل كيطيح ليه التفاعل ولا شي حاجه، سواء كيقلب على شي دراما معينه، بحال مثلا شفت واحد المغنيه تاعي البارح. المهم دابا راه كاين طوندونس ديال البكا، ما عرفتش علاش خرجت تبكي وانا رجلي ما بقاوش هازيني وكان عندي مشاكل، ولا داكشي كيجيب تفاعل وكيقدر يرجعوا للصوره. وهذيك الفنانه ولا الانفلونسوز اللي خرجت عاودت القصه ديالها، كتعاود شي حاجه اللي هي في العمر جوبونس في الثلاثينات، وكتعاود شي حاجه طرات لها 17 عام. حتى هنايا ما كاين حتى شي مشكل، لقات التعاطف ديالها ومجموعه ديال الامور. ولكن هنايا ملي كتسمع شي واحد عاود واحد القصه طرات له على 17 عام، وهو عنده دابا 35 عام ولا 36 ولا 40، لا بروميير كيسيون اللي كتسولنا منطقيا كاي انسان من بعد ما كتعطي التعاطف ديالك هو لايك علاش دابا، علاش كتعاود لينا هاد القصه دابا. والفكره الثانيه هي علاش عاودتيها في لي ريزو سوسيو ديالك؟ ياك انت فنان حنا كنعرفوك على حساب الفن ديالك، زعما علاش خارج كتدير لينا دابا هاد القصه؟ بطبيعه الحال الحجه ديال هاد الناس تيقول لك حنا كنقولوا على ان داكشي مسكوت عليه، ولا الناس خاصهم يدويو وخاصهم يهضروا على الاعتداءات اللي كيطراو. والفكره اللي كدوز من التحت هو ان الرجال كيتعداو على العيالات. ما كنهضروش على الاعتداء بالنسبه للجنسين، لا كنهضروا على الاعتداء اللي كيديروا الرجال للعيالات. الوغ سني با فري، راه الدراري الصغار اللي كيتعرضوا للاعتداء في سن صغير اكثر واقيلا من ستاتيستيكمون. انا ما عرفتش المغرب، مي في بزاف الدول الاعتداء اللي كيطرا على الدراري الصغار اكثر من اللي كيعطى الجسدي، كنهضر اكثر من اللي كيطرا النساء.
ولكن ماشي مشكل، كتقول صافي هادي دازت. وعلاش انت الانفلونسر كتحط الفوكل ديالها على القصه ديالك زعما لا بصريح العباره تيكون الاهداف اهداف تسويقيه. اما هي شنو هو الغلط اللي كدير واللي دارت في هذه القصه؟ انها خرجت قالت لهم سمحوا لي، عاد طرحت الاسئله المنطقيه. علاش خارجه كتعاود تعاود ديك القصه دابا؟ راه انت بغيتي التفاعل و قالت لهم زعما ما تبقاوش تشيقوا كلشي، راه كاين الناس اللي كيكذبوا، راه دابا كاينه الطوندونس ديال البكا. تما غيختلط الحابيل بالنابل، كاع اللي ما عمر دوى على ما يدوى عليها، كاع اللي عنده شي حساب معاها خرج يسب فيها. جو بونس راكم شفتوا هادشي. وبداو كيهضروا على العائله ديالها والعيبات، وفجاه ولات مايا كتبان لهم كتعطي نصائح معلبه. داكشي اللي كنا كنقولوا في لاشين، انها كتعاود نفس عندها نصيحه وحده باسبارتو: واش كدير السبور، واش كدير ثيرابي، هذا. وعندها افكار كتعاود. هادشي ماشي مشكل لان هادشي كنبين شحال هادي، ولكن هما كيستغلوا دابا لتصفيه الحسابات. كاين اللي دار زعما الرياكسيون ديال مايا كونتوني. بزاف الناس كيدويو على زعما ليله نهار 10 20 فيديو في النهار. دريات عندهم 20 عام 23 عام، عندهم 10 كا 20 كا 100 كا، وكاين كاع اللي مشهورات بزاف. البلان هنايا مضحك لان فهمتي ما هي المدافعه الاولى، هي اللي كانت هازه السيف ودايره كتهضر على هاد المواضيع اللي كيهموا النساء. وحنا كنا كنقولوا داكشي داخل اطار في جيرلز فور جيرلز، هذيك التعاطف النسوي مع بعضياتهم. المراه واخا كتشوف المراه غالطه كتعاطف معاها لانها بني جنسها. ودي مساله راه كنا هضرنا عليها في لاشين وبيولوجيا. ولكن انا كنت قلت واحد الديتاي تري امبورطون في الحلقه اللي كنت هضرت على هادشي، وان ديتاي اللي ما كيتبارطاجاش. عندك البرانسيپ دو جيرلز فور جيرلز راه ماشي ديما. راه جيرلز فور جيرلز ولا المراه للمراه ملي كتكون كتقول داكشي اللي انا باغي نسمع، انا كمراه باغي نسمع. واش فهمتوا الفكره كيفاش دايره؟ يعني حتى هذيك جيرلز فور جيرلز راها لها ما لها وعليها ما عليها. راه هذيك البنت باش يتعاطفوا معاها خاصها كتكون كتعاود نفس القصص وكتهضر على نفس الافكار. راه لو مومون اللي كتبدل الفكره، لو مومون اللي ما كيبقاش ديك البرانسيپ. بحال ملي كتموت شي بنت كتقول لهم راه انا باغي نتزوج، باغي ندير الوليدات، وباغي نجلس في الدار. كينوضوا لها لا انت متاخره، انت رجعيه. تما ما كيبقاش هذاك لو برانسيپ ديال جيرلز فور جيرلز. ودابا عاقب الدراري كيلاحظوا هاد اللعيبه، ولات شي بنت تقول لك شوف انا ما عنديش حتى شي مشكل مع شي بنت اللي باغا تجلس في الدار ودير وليدات، ولكن داخليا كتجوجوها. هي كدير لك مع داك الدبلوماسيون ديال لغه الخشب كتستعمل هذيك. دونك الفكره الاولى هي هذه، ان داك البرانسيپ ديال جيرلز فور جيرلز راه في اطار ان البنت خاصها تكون كتبنى نفس الافكار وتقول نفس اللعيبات. راه لو مومون اللي تتقول شي فكره اللي مختلفه على داكشي اللي كيتقال، راه ما تيبقاش داك البرانسيپ وداك المبدا قائم. والفكره الثانيه من هذه القصه بطبيعه الحال هي اللي كنا كنقولوا ديما، ان البنات اوبورتونيستيك، ما كيامنوش بعالم ديال الافكار. they don't stand for values، ما كيوقفوش للمبادئ والافكار، خاصه في هادشي العلاقات. ما نعمموش على المواضيع الاخرين، لان مايا كانت هي اللي هازه السيف والدرع، دارت بزاف ديال لي ساكريفيس. زعما وجهها حطات وجهها مع دوك الافكار. خوات البلاد ما كتقدرش تدخل المغرب، ما كتقدرش تعيش في المغرب، لان بالنسبه لها راه كتحارب لقضيه. وداك البنات زعما كانوا كيتفقوا معها في اول دوره قلبوا عليها، لان البنات ماشي حتى كانوا يقدروا يتعاملوا معها بطريقه افضل. اوكي غلطتي في هاد اللعيبه دوزوها، نديروا لها عين ميكا، يوجهوا لها التوبيخ في البريفي، بزاف د الحوايج. ولكن هما اختاروا يستعملوها هي باش يعطيو بها درس للعيالات الاخرين. شوفي راه الوقيته اللي غتقولي شي فكره ضد هاد الافكار اللي كاينين في المين ستريم واللي كاينين كنحاولوا نشروا في لي ريزو سوسيو، راه غنتعداو عليك. راه ما غيبقاش عندك الكونت. باي ذا واي وصلوا حتى حيدوا لها الكونت انستغرام ديالها، لدرجه ان هي كتقول ولا تقول لهم راه نخرج نولي رقاصه، نخرج ندير، نخرج نفعل، نرجع للحرفه ديالي، نعري راسي. المهم بدات كتقول شي حوايج اللي حتى هي بليموسيون بحال كتحس براسها تحقرها، تحطها في واحد الكورنير وبقاو عليها. ودابا فهمت دير هاد لي ساكريفيس كاملين وتحاول تنشر الافكار كاملين.
ابستراكسيون فات واش صحاح ولا غالطين. المهم هي مآمنه بداك الشيء اللي كتقول وكتعطي لهذوك البنات. هذوك البنات اللي كانيمي ولا هذيك لا سيونس هما اللي شدوا عليه، هما اللي داو لها الكونط، هما اللي دابا كنقول لك راه حرفيا شي بنات يطلعوا معاها في لايف داروا كونتوني على ظهرها، والكونتوني ديالهم هو انهم كيكريتيكيو بحال ديك اللي كانت سرخت في دوزتها ولا مرات. مي غريب. واحده من الخلاصات زعما ملي كتقولها لبنادم كتقول له شوف راه ما كاين لا لويوتي لا وفاء لا حتى شي حاجه عند الجانب النسوي. السيكولوجيه ديالهم دايره بحال هكا، كيامنوا باشنو في مصلحته، اشنو اللي هما باغيين يسمعوا. ما كاين حتى شي في اش كيقولوا لا داك الوفاء زعما لشي فكره ولا لشي شخص ولا شي حاجه، انساه. الوقيته اللي كاين محسن، الوقيته اللي كتقول داكشي اللي ما كنبغيوش يردان، وماشي داك يردان ديال رحمه الله غير كنقلب عليك، لا نقدر نولي نهاجمه. بس عرفتي حتى تقدر تحول تكون ما عندكش معايا، ولا تكون عندك معايا ومن بعد تحول تولي ما عندكش معايا وتانيوريني زعما ماشي تردني العدو ديالك حيت كتقول دوزنا وقطعنا هذا السيد ودار معاه. هما البنات عندهم كيمشيو من لي زيكستريم للاكستريم عادي بحال الضحك، بحال تياكلوا كاوكاو. واخر بوان اللي نساليو به الحلقه ديال اليوم، ما كرهتكمش لي زامي ندخلوا تشوفوا هذوك لي كابسول هذوك لي ريلز اللي كيتبارطاجاو دابا باش تكون عندكم نيدي على كيفاش كيفكروا كوليكتيفمون لي فام في المغرب، وتعرفوا راسكم والتاثير ديال داكشي على الديتين ماركت بطبيعه الحال. مره اخرى اللي عنده شي قصه شي فكره شي سؤال، الانستغرام ديالي كيدوز لتحت جاي طرح اسئله ديالك، واللي باغي يشارك معنا شي قصه ولا شي حاجه مرحبا به. وكنتوقع ان هذه تكون العوده ديالنا باش نعاودوا نبارطاجيو معكم الفيديو. بيس اوت.